قولي بقى كان اللقاء عامل ازاي واضاف لك ايه دكتور ابراهيم؟ هو دكتور ابراهيم كان بيدرس لي رسم في سنه اولى مهم. تصوير. كنا بندرس الرسم بالرصاص والتعريف بقى الظل والنور، اساسيات الرسم يعني، او بدء الرسم بمعنى اصح. آه، هو طبعا في الاول ما كانش يعرفني ولا كنت عايز اعرفه، كان معرفه سطحيه كدكتور وتلميذ عنده او طالب. بدأ الموضوع من معسكر تجميل الكليه في نص السنه، في اجازه نصف العام. ان هم عايزين ناس متطوعين من الطلبة ان هم يجملوا الكلية تحت رعاية واشراف دكاترة متخصصين في التصوير الجداري عندنا في حلو. الكلية. فهو اختار مننا مجموعة معينة وانا كنت من ضمنهم، والشرف ليا ان انا اكون من ضمنهم. مم. عينيك لمعت وانت بالظبط. بتقول ده. فانا ايوه. كنت بخاف من المساحات الكبيرة، يعني كان مم. عندي رهبة ما ان انا اشتغل على مساحة كبيرة ما كنتش بجربها كتير، او ما كنتش عندي جرأة ان انا اخش اكتشف في ليها هيبه معينه. بالظبط. مم. فلما جيت ارسم معاه في مساحات كبيره على الجداريات في الكليه على مباني، قال لي انت خايف ليه ومش عارف ايه. قلت له انا بس بخاف من المساحات الكبيره. قال لي لا ما تخافش، نفس اللي انت بتعمله على المساحه الصغيره اعمل على كبير، مفيش حاجه بتبوظ. ولو حاجه باظت هنصلحها، ما تقلقش، عيش حياتك وكانك بتلعب وانطلق يعني. مهم. بدات بقى انطلق عادي بقى، مفيش كسر عندي الرهبه دي. كسر معنويات. رهبه وده ثقه. بالظبط. اه يعني ده حاجه رائعه. فهو اتاح لنا الفرصه دي. مهم. ما كانش بقى مجرد ان هو بيوجهنا اعملوا ده اعملوا ده، لا، كان ساب كل واحد يعبر بطريقته ويقترح اللي هو عايزه، ونقعد مع بعض كجروب ونتشاور مع بعض ايه الاصلح وايه الاحسن ان احنا نعمله. والحمد لله الموضوع طلع بشكل جميل، وكان في روح تعاونية في الموضوع، وبدأت علاقتنا تتطور أكتر، وبدأ يختارنا من ضمن حياة اللي يعني كجروب 5 6 مثلا. مهم. ان احنا اي شغل يجيله بره مثلا او حاجه تبع الكليه او جامعه القاهره عموما، يرشحنا احنا ان احنا الاولويه ان احنا نروح نقوم بالشغل ده يعني. احنا نعرض مجموعه عشان تمام. انا متاكده ان الروح المصريه والنوبيه هتبقى موجوده في بالظبط. اللوحات. حالا هنعرضها على الشاشه وانت هتعلق لنا على تمام. كل حاجه. اتفضل. يلا بينا. دي كانت جزء من احد لوحات كنت بتكلم فيها عن المصري القديم، مهم. وبالاخص برتغالات الفيوم. مهم. دي اقدم برتغالات رسمت في التاريخ. فانا كنت يعني بحب الطريقه اللي هي التقنيه اللي هم استخدموها بحاجات بدائيه جدا. تقنية التمبرا اللي هي مزج ما بين ال الزلال البيض أو دهن الحيوانات، مهم. وبالإضافة للأكاسيد أو حاجات اللي هي الألوان البودرة المستخلصة من الطبيعة، مهم. ويخلطوها ببعض ويرسموا بيها البورتريهات للأشخاص المتوفية. مهم. عظيم جدا. ها، فأنا حاولت أعيد صياغتها بشكل معاصر ده احنا أكتر. كده داخلين على اليونان ولا ايه؟ اليونانيين ولا ايه؟ ولا هي ايه؟ برضك جزء متعلق بالبورتريهات الفيوم. الفيوم. مم. مهم. فحاولت اعيد صياغتها بشكل معاصر اكتر، وهم كانوا يعني عندهم اعتقاد مخصوص باللي هو العودة الحياة مرة أخرى، البعث والخلود. مهم. دي الفيوم برضو؟ لا لا، ده دي روح تجربة. مختلفة تماما. بالظبط. ايه؟ هي كانت حالة ان هو بتعبر عن بنت تشتت. ايه؟ بنت يعني مختلطة فيها المشاعر اللي هي ما بين الحيرة والإحباط، وفي نفس الوقت في نظرة أمل، اللي هو لسه برضه في بصيص يعني مش أمل. العيش والعيشة واللي عايشينها قوي، يعني بالظبط. في امل. في امل برضه. دي اهم حاجة. رغم كل حاجه في الظروف الوحشه برضه بيبقى في امل يعني. رجعنا تاني للفيوم صح؟ تمام. فانا رسمتها بنفس التقنيه اللي هم كانوا بيرسموا بيها، تقنيه التمبرا، مهم. زلال البيض والاكاسيد اللي هي البودر، على حاجه اقرب للخامه اللي هم كانوا بيرسموا عليها، بس مش كتان، هي خيش. عظيم جدا. دي مش تمام. الفيوم. لا، دي كانت حاله تعبيريه عن بورتريه شخصي ليا انا. مهم. بعبر عن حاله اللي هو اللحظه اللي هو الشخص بيقعد فيها لوحده بالليل. ايوه. يبدأ ان هو يفكر بقى هل هو عمل ايه صح، مهم. عمل ايه غلط، يعيد حساباته يعني. مهم. وفي ما نفس الوقت يبدأ ينسق بقى يعني حياته اللي جايه تبدأ تمشي ازاي كبلان يعني جديد. قعدة سؤال الملكين اللي احنا بنقعدها قبل ما بننام دي، بالظبط. فكرت في الكاريكاتير؟ يعني في الفترة انت الأخيرة. يجي منك جامد في ده طبعا. الله انا يخليك. يعني انا خبرتي محدودة، بس تمام. حاسة ان ده ممكن يكون موجود. وانا جربت اعمل ده، بس ما للأسف ما توفقتش فيه قوي يعني.
بس لسه بحاول يعني في لسه. المحاولات الأولى بالظبط. وارد إن ما يحصلش توفيق في البدايات، بالظبط. ولكن بعد ما تكون عندك ذاكرة بصرية محترمة في صح. فن الكاريكاتير هتبدع. بالظبط، أنا والشغل الكتير برضه. ده أكيد. اكيد طبعا. فان جوخ اتأثرت بيه إزاي وشايفه دلوقتي إزاي؟ هو اثر فيا في بدايه مشواري، وكان هو ملهم كبير ليا. بس مع الوقت الدنيا اتطورت واكتشفت حاجات اكتر، ان احنا خلاص بقى فن الزمن اللي احنا فيه دلوقتي فن معاصر، بقى اوسع ومجاله اوسع وما فيهوش قيود ان هو احنا أكثر مرونة بتهيألي. بالظبط. مم. والعولمه طبعا اثرت فيه بشكل كبير، وبقى عندك الحريه انت تعملي اللي انت عايزاه بالخامه اللي انت عايزاها، مش لازم تبقي تابعه او تحت بند مدرسه معينه مدرسة سواء محددة أنا مش كلاسيكيه. هستخدم غير ده. بالظبط. حابين عندنا في الكنترول يعرضوا لك مجموعة من الصور ونكمل وتعلق تمام. علينا. اتفضل. بدأنا في التشكيلي والتعبير. اتفضل يا أستاذ قول. تمام. اتفضل يا محمد. دي كانت حالة تجريدية ما متعلقة بالمصري القديم برضو. دخلت برضك فيها البورتريهات الفيوم، تمام. جزء من بورتريهات الفيوم، وكنت بتكلم عن الآثار اللي هي لسه لم لا، تكتشف بعد. بالظبط، أو جزء منها اكتشف ولسه ما ظهرتش للنور بشكل كافي. حلوة قوي، حلوة فكنت قوي. أخدت صور كمرجع ليا، اللي هو لحظة اكتشاف الآثار المصرية، إن هي لسه ما خرجتش للنور بكامل قوتها. بالظبط. حلو جدا، شوف معايا برضو. تمام. دي كانت لسه تجربة عاملها من قريب بخصوص القضية الفلسطينية. مم. طبعا كلنا مستائين طبعا. يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل صوتنا للعالم. فكنت فكانت بعبر الصورة دي. بالظبط. رجعنا تاني ده للمصري القديم. برضو. حلوة قوي 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 دي رسمك مركب الشمس، وجزء من ورا في الباك جراوند حاجات ليها متعلقة بالمعابد، جزء من معبد فيلة، وفي بورتريهات شخصية للملوك المصري القديمة. حلوة قوي. دي ايه؟ دي برضك جزء من معبد فيلة وبورتريه فيوم من بورتريهات الفيوم. فبحاول اميكس الحاجات دي مع بعضها يعني. حلو. حلو كون ان انت مش واخد المدرسة المعاصرة او المعاصر، بيبقى فيه حرية اكتر بالظبط. ان انت تدمج ما بين اكتر من حاجة. ده لطيف. بالظبط. اللي هي بيقولك اطلق لخيالك العنان، صح. وايا كان ما هتطلقه هيبقى رسمة حلوة. بكرة شايفه ازاي؟ ده سؤالي الاخير. شايف بكرة أحسن، بس مش إحنا نقول كده بس، لأ، إحنا نسعى إن إحنا نبقى أحسن من نفسنا. كل واحد يصلح من نفسه، يشوف هو بيعمل إيه غلط ويبدأ يعدله ويشتغل عليه. هنشتغل على نفسنا بالظبط. عشان بكرة يبقى أحسن. بالظبط. نورتنا الله الفنان يخليك التشكيلي النور. محمد الله النوبي، يخليك. شكرا لوجودك شكرا معنا. عزيزي. مشاهدينا في حلقتنا الأولى في برنامجنا شباب المبدعين، بنقدم واحد من أهم المبدعين اللي عاشت أعمالهم في وجدان وذاكرة المصريين. هو الفنان صلاح جاهين. وفنان شامل قدم العديد من ألوان الفنون وأشكال الفنون المختلفة. شفناه شاعر، كاتب أغاني، فنان تشكيلي، رسام كاريكاتير، وكاتب سيناريو، وبالتأكيد ممثل مصري. بدأت موهبته في الظهور في خمسينيات القرن العشرين، واستمر معانا لمدة 30 سنة. احنا النهاردة بنقدمه لجمهوره من خلال رباعية هو وصف فيها نفسه وقال: أنا شاب لكن عمري ولا 1000 عام. تابعونا. أنا شاب لكن